وبركاته. لقاء ما بعد النهائي، معانا ابطال البطوله، ابطال بطوله بشار الثانيه، لاعبين بيريشيا الكابتن ادم الوافي والكابتن يوسف المرشدي والكابتن بوبي. اولا نقول لكم الف مبروك. نبدا بقائد الفريق، طبعا نبدا بقائد الفريق الكابتن ادم الوافي. اولا نقول لكم الف مبروك البطوله، تحقيق البطوله. مباريات كانت صعبه، 5 مباريات صعبه، البدايه ما كنتوا مرشحين، وصلتوا لين النهائي، والنهائي كان حفله يعني 6 اهداف بكل سهوله استطعتوا انكم تسجلوا ال6 الاهداف هذه. كيف جات البطوله؟ اول شيء مبروك على راسهم الكابتن ابو بشار الله يديهم العافيه. الصراحه البطوله هذه جمعونا وانبسطنا. البطوله طلعت ناجحه الصراحه افضل من الالعاب. والله بالنسبه للفوز اللي جبناه اليوم 6-1 او 7. صراحه انا لما خشيت الملعب شايف اللعيبه ما شاء الله، شايف الكاس نجوم ما شاء الله، جرينت وروح ما شاء الله، والعيال واعدين بعض اصلا بالنهايه، مره واعدين بعض بالنهايه وجبنا البطوله اصرار اللعيبه. طيب على المستوى الشخصي بشكل عام في الفريق، حاتكلم لك عن وقت صعب، مو وقت انكم حسيتوا انكم تحققوا البطوله، في وقت صعب في البطوله حسيت او شكيت في امكانياتكم انكم ممكن تطلعوا من البطوله بدون لا تحققوا البطوله، وقت صعب بالتحديد في ال5 مباريات. صراحه اليوم بعد ما جاب التعادل حصلت اصابات في البطوله، فاللعيبه كلهم اتفاجئوا، حتى الخصم اتفاجئ. اللاعب ناصر الله يديه العافيه في المستشفى الحين، ان شاء الله رجعنا بالسلامه. هو تعود الشوط الاول وانا كمان انصبت الشوط الاول، واللعيبه كلهم متفاجئين ما يدري ايش، والحمد لله جت سليم. طيب اخر سؤال لك بالتحديد، ما كان امامك ابراهيم كمارة في كل مباراه، وعلى جانبك الايسر كان سعيد في كل مباراه، 4 مباريات. هذه حاجه ما سهله، وتيجي المباراه النهائيه لا تحصل ابراهيم كمارة ولا تحصل سعيد على جانبك. ايش الاختلاف رغم هذا كله انكم قدرتوا؟ يعني كيف شفت المباراه؟ كيف شفت الانسجام مع اللاعبين الفريق؟ صراحه اول شيء انا الكابتن بوبي انا لعبت معاه كثير، زميل دراسه، صلاه على النبي، هو ما شاء الله مره متفاهم معه، من زمان كنا نلعب سوا. والكابتن المرشدي طبعا افضل سنتر في مكه حاليا، الصلاه على النبي ما شاء الله. الانسجام جاء من اول 5 دقائق الصراحه، انسجمنا وقدرنا نحقق. حبيبي شاكرين لك. يوسف المرشدي المبدع صاحب الهدفين، الف مبروك اول شيء على البطوله يوسف المرشدي. قدرت اول مباراه لك كمشاركه في بطوله بشار الثانيه وتيجي على طول مباراه نهائيه، يعني ايش السبب اللي خلاك تخش في الرتم على طول وانك تسجل هدفين بشكل مستمر وانك تحافظ على مستواك وانك تاخذ افضل لاعب في المباراه النهائيه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. عرضك لفريق المحمديه ومبروك لبريشيا.